انا كنت من الناس اللي محظوظه جدا ان انا كنت مع استاذ مايكل في ورشه التمثيل دفعه 19. ودي كانت حاجه بالنسبه لي فرقه جامد جدا، وفرقت في حياتي جدا قبل الورشه وبعد الورشه. فادتني حتى بره التمثيل في حياتي العمليه، لاني استفدت كتير جدا من الحاجات، البرامج اللي كنا بناخدها والحاجات اللي كنا بناخدها. مايكل حد فاهم جدا شغله، وفاهم القصه كويس قوي، وبيعرف يوصلها كويس جدا، وبيعرف يرتبها كويس، بحيث ان انت النهارده لما بتاخد معلومه، انت بكره بتاخد معلومه مكمله، او الحصه اللي بعدها بتاخد معلومه مكمله ليها. فده كان الموضوع بيفرق جدا في القصه، ان الموضوع مترتب، فانت بتخرج بره الورشه في الاخر او في نهايتها انت واخد جرعه كبيره جدا، واخدها بطريقه كويسه جدا، انك انت في الاخر استفدت اللي انت عايز تستفيده، واللي انت مش عايز تستفيده كمان، اللي هو بره حياتك. لو انت بتشتغل اي شيء تاني غير قصه التمثيل، فانت في الاخر بتلاقي نفسك وصلت لحاجات انت مش ممكن كنت توصل لها بره الورشه ديت. فده كان بالنسبه لي انا، يمكن ما كنتش عارف ان ده هيحصل قبل الورشه، بس بعد الورشه عرفت قد ايه انا عملت حاجه صح.